اولا يا كابتن بس عايز اقول حاجه صغيره. زيزو هو في الزمالك وكابتن طارق يعني معلش يا كابتن احمد خليك معايا، كان نجم العالم في الزمالك، كان نجم الفرقه صح، راح الاهلي. زيزو راح النادي الاهلي. لما راح النادي الاهلي الاحتكاك مش المحله في المحله وفاركو في اسكندريه، والاحتكاك دوري ابطال افريقيا وكاس عالم انديه. لما جه زيزو هنا ايه اللي حصل؟ ليه ما نورش قوي؟ طب ما هو العيب في مين؟ جبته. لا العيب ان الاحتكاك هنا ان الزمالك ما بيحتكش بقاله 10 سنين في حاجه قويه. الدوري مش احتكاك. امال يبقى انت شربت زيزو دفعت له ال 100 مليون؟ لا انا جايبه فري، شربته لو اشتريته. لا هيديني 100 مليون على ايه؟ لا هو لعيب دولي، اولا ما فيش حاجه اسمها لعيب دولي اشربه. لعيب دولي ده ما ينفعش اشربه. اصل انت بتقول النادي الاهلي اغلى سنه اشترى فيها لاعب، هات ميزانيته. انا راجل وهل في ريسك ان اجيب دولي؟ ثواني انا عارف ميزانيات كل نادي وبعرف اجيب ميزانيه كل نادي وكل انديه الشركه بعرف اجيبها طبعا. اغلى ميزانيه في تاريخ النادي الاهلي في كره القدم هذا الموضوع. ايوه هي مش سر، لا قدر الله هي مش سر على فكره. هو ده الطبيعي يا كابتن. لما اشتري عربيه، لما اشتري عربيه بضمان، لما اشتري عربيه بضمان غير لما اشتري عربيه من غير ضمان. يا فندم لما اشتري لعيب دولي غير لما اشتري لعيب مغمور. في تاريخ النادي الاهلي، وانا بقول لك هو مني الاهلي 0 بطولات السنه دي. بس ما تزعلش مني يا كابتن ليه؟ عشان نقول الحق. لا خدنا السوبر، خد السوبر يا كابتن. ليه زيرو؟ ثواني يا جماعه ثواني. اللي زيرو لحد النهارده الزمالك، اللي زيرو لحد النهارده الزمالك اللي زيرو. مبروك بس الزمالك مبروك. انت بتقول ان الاهلي اقوى ميزانيه هذا الموسم والاهلي اقوى دخل هذا الموسم. صح مظبوط. بكمل الجمله. اقوى دخل صح. ما الميزانيات دخل، الميزانيات ولا ميزانيات ان هو صرف دخل وخرج يعني. معلش بس هو اقوى دخل ليه في تاريخه هذا الموسم عشان كاس العالم للانديه. انت راجل لما عندك 10 عربيات، لما عندك 10 عربيات نفسه انه ممكن ياخد الدوري النادي الاهلي. يعني خدني انا كمان، انا بقول لك خدني انا، يعني انا راجل بقول اي كلام. النادي الاهلي مصدق، نادي الزمالك لحد النهارده 50 قلقانين. خلي بالك ماتش سيراميكا بالنسبه لنادي الزمالك، السيراميكا الزمالك بالنسبه له في المتناول جدا جدا. انا بتكلم فني، انا بس بتكلم كلام فني. مين اللي في المتناول؟ الزمالك بالنسبه لسيراميكا في المتناول ان سيراميكا يكسب، ما هو كسبه في الكاس عادي جدا. فنيا يعني سيراميكا الزمالك بالنسبه له في المتناول. بص ال11 في نادي، يعني انا بقول لك لو قارنت سكواد ده وسكواد ده، سكواد سيراميكا احسن. لو قارنت كلعيبه خبرات هنا اكتر في سيراميكا، كلهم اكس النادي الاهلي، كلهم عدوا على ده قبل كده، كلهم خدوا دوري قبل كده. سوليه وسعد سمير، يعني في كتير قوي موجودين هنا. يبقى رد عليه. لا انا بتكلم على فكره ده كلام في الكوره عادي جدا. الناس دي لعبت، مش يعني موضوع ان هو يتحط تحت ضغط مش حاجه جديده. نادي الزمالك يعني انا شايف كتر خير كابتن مكان الجمال اللي هو فيه النهارده ده. راجل انت ما عندكش 6 وما عندكش 8، الراجل مش لاقي حد يغيره. عبد الله السعيد استنزف خالص. عبد الله السعيد يعني انت بتتكلم ان عبد الله لو يعني ما ينفعش يلعب في الاهلي ولا ينفع يلعب في بيراميدز. عبد الله ما ينفعش يلعب في الفرقتين اساسي خالص. عبد الله السعيد انت بتلعبه ايه؟ مش لاقي حد. فرقه ممكن تاخد الدوري ما عندها 6 ولا 8. يعني عبد الله ما لعبش في سيراميكا؟ مش فاهم. ما لعبش اساسي دلوقتي، اللي موجودين احسن منه هنا وهنا. كان هو امبارح هو احسن لاعب في المباراه. لا هو احسن لعيب امبارح مع احترامي نادي سموحه ما لعبش في يعني سموحه كفرقه كويس قوي ان هم في السبعه اللي فوق، هم اقل فرقه في السبعه. المفروض ده انجاز لسموحه، ولا عندها جمهور ولا عندها امكانيات ماديه ونادي اجتماعي. بس يا كابتن احمد معلش اكمل بس. الاسماعيلي اللي هو الجماهيري اخر فرقه في الدوري فنيا امبارح الماتش يعني الثلاث ماتشات الاهلي وبيراميدز وزمالك وسموحه اقل ماتش فنيا واقل ماتش فيه هجمات. الفرقتين كان ممكن اي حد يكسب اي حد بالمناسبه. يعني الزمالك في الهايلايتس ما ضيعش كوره. عارف ليه؟ عارف ليه ولا مش عارف ليه؟ الله لعيب كبير. اتفرجت على الاهلي، عارف ليه ولا تليفوني بتفرج على شريف على الزمالك. عارف ليه يا شريف؟ لا عارف ليه؟ عشان بس الزمالك بيلعب على البطوله، عنده الضغوطات اعلى بس وراه جمهور كبير طبعا بيسانده. هتقول الاداء بيبقى وحش، قول لي اي مباراه في العالم كلها لما بتوصل للنهائيات بتبقى كويسه؟ مش فيها كوره، مش فيها كوره. انا نادي الزمالك اللي بقوله لم يقدم اي شيء فني يذكر في اخر 10 ماتشات دول. نادي الزمالك انا بتكلم في الكوره. نادي الزمالك اللي محركه جماهيره، نادي الزمالك لو ما عندوش جماهير ما كانش ممكن يبقى السبعه اللي فوق دول. نادي الزمالك كلعيبه كويسه مفيش حل. والدليل وانا بقول اهو، قول لي لعيب واحد يلعب في النادي الاهلي غير فتوح، اديني اسم واحد. انا بقول سالك سؤال كده، الاهلي وبيراميدز اقوى سكوادين في مصر، وانت عايز لعيبه الزمالك في الاهلي ليه؟ نادي الزمالك في احسن باك ليفت واحسن لعيب اجنبي في مصر بنتايج، والنادي الاهلي لغايه دلوقتي جاب سمير باك ليفت مش عارف يجيب واحد مكان معلول. النادي الاهلي بفنياته بالمغرب وتونس والجزائر وفرنسا والمانيا لغايه دلوقتي ما جابش باك ليفت، ما ثبتش. معلول قعد 10 سنين باك ليفت في النادي الاهلي، وانا قلت حضرتك اكيد عندي مشكله ما جابش لغايه دلوقتي. النادي الاهلي عنده مشكله. بص يعني النادي الاهلي ما عرفش يعوض واحد اسمه علي معلول، هو هل حد ما عرفش يعوض واحد اسمه وسام، ما عرفش يعوض واحد اسمه رامي ربيعه. ده ما انت بتتكلم بقى فنيات طبعا. النادي الاهلي جاب مشى مساك ومشى راس حربه، جاب 60 مساك ومن 60 راس حربه وباك ليفت لغايه دلوقتي جابت 40 باك. كان علي معلول النهارده بعد الاصابه احسن من كل واحد جاب النادي الاهلي في الباك. مش معنى ان حضرتك جبت 11 لعيب مغمور نجح فيهم واحد، انت حضرتك جبت 11 لعيب ما حدش يعرفهم. ان نجح واحد اللي هو بزيره، ان هو اولا يا كابتن بس عايز اقول حاجه صغيره.
زيزو هو في الزمالك وكابتن طارق يعني معلش يا كابتن احمد خليك معايا، كان نجم العالم في الزمالك، كان نجم الفرقه صح، راح الاهلي، زيزو راح النادي الاهلي. لما راح النادي الاهلي الاحتكاك مش المحله في المحله وفاركو في اسكندريه، والاحتكاك دوري ابطال افريقيا وكاس عالم انديه. لما جه زيزو هنا ايه اللي حصل؟ ليه ما نورش قوي؟ طب ما هو العيب في رحتوا مين؟ جبتوا لا العيب ان الاحتكاك هنا ان الزمالك ما بيحتكش بقاله 10 سنين في حاجه قويه. الدوري مش احتكاك. امال يبقى انت شربت زيزو دفعت له ال 100 مليون؟ لا انا جايبه فري، شربته لو اشتريته. لا بيديني 100 مليون على ايه؟ لا هو لعيب دولي، اولا ما فيش حاجه اسمها لعيب دولي اشربه. لعيب دولي ده ما ينفعش اشربه. اصل انت بتقول النادي الاهلي النادي الاهلي اغلى سنه اشترى فيها لاعب، هات ميزانيته. انا راجل وهل في ريسك ان اجيب لاعب دولي؟ ثواني انا عارف ميزانيات كل نادي وبعرف اجيب ميزانيه كل نادي وكل انديه الشركه بعرف اجيبها طبعا. اغلى ميزانيه في تاريخ النادي الاهلي في كره القدم هذا ايوه هي مش سر، لا قدر الله هي مش سر على فكره. هو ده الطبيعي يا كابتن لما اشتري عربيه، لما اشتري عربيه بضمان، لما اشتري عربيه بضمان غير لما اشتري عربيه من غير ضمان. يا فندم لما اشتري لاعب دولي غير لما اشتري لاعب مغمور. في تاريخ النادي الاهلي، وانا بقول لك هو مني الاهلي 0 بطولات السنه دي. بس ما تزعلش مننا يا كابتن ليه؟ عشان نقول الحق. لا خدنا السوبر، خد السوبر يا كابتن. ليه زيرو؟ ثواني يا جماعه ثواني. اللي زيرو لحد النهارده الزمالك، اللي زيرو لحد النهارده الزمالك اللي زيرو. مبروك الزمالك مبروك. انت بتقول ان الاهلي اقوى ميزانيه هذا الموسم والاهلي اقوى دخل هذا الموسم. صح مظبوط. بكمل الجمله. اقوى دخل صح. ما الميزانيات دخل، الميزانيات ولا ميزانيات ان هو صرف دخل وخرج يعني. معلش بس هو اقوى دخل ليه في تاريخه هذا الموسم عشان كاس العالم للانديه. انت راجل